يا مساء الفل عليكم، وحشتوني. النهارده جايين نتكلم في 3 حاجات الست عايزاهم من الراجل. أول حاجة هي عايزة منك الاحتواء. يعني إيه احتواء؟ الاحتواء يعني بنعمل كده أهو. الاحتواء ده يعني إنك حاجتين كده أهو، دي إنك بتشاركها في كل حاجة تخصك وأول حد بتجري عليه عايز تكلمه، والحاجة التانية إنك بتسمعها إزاي؟ بعينك، بتسمعها بقلبك، بتسمعها بعينك ودينك وانت بترد، مش وانت ماسك الموبايل، مش وانت يعني مشغول بحاجة تانية وبتعمل الموضوع ده ايه، تأدية واجب. لا، بتسمعها بروحك. تمام. طيب الحاجة التانية بعد الاحتواء هي عايزة منك المودة. يعني ايه المودة؟ المودة يعني آه أعم وأشمل من الحب. المودة يعني تفضل حبيبتك، تفضل بنتك، ما تبقاش هي بقى خلاص اتحولت من حبيبتك لمراتك وأم ولادك. لا، تفضل حبيبتك وبنتك وانت جاي تفتكرها بحاجة حلوة، شوكولاتاية، كلمة حلوة، حتى وانت بتنادي عليها باسم دلعها. الستات عاملة زي القطط، يعني بتحب دايما يعني تتاخد كده. تمام. وهي كده دي ملهاش معنى عندي غير انها كده، بس هي تتفهم كده. طيب الحاجة الأخيرة عايزة منك الأمان. يعني إيه الأمان؟ الأمان حاجتين سهلين قوي. أولا تبقى صادق معاها في كل حاجة بتقولها، فهتبني جسر كبير من الثقة، صدقني مردوده عليك أنت. طيب تاني حاجة من الأمان إنها تبقى مسؤولة منك، تحس دايما إنها مسؤولة منك. يعني وراها مشوار، هتروحي إزاي؟ سؤال، هتروحي إزاي؟ هتتأخري؟ طب هجيبك بالليل. عندها دكتور؟ لا استني أنا أنزل معاكي. هي دايما مربوطة بيك بمسؤولية انت محسسها لها على طول، منتمية ليك. على فكرة كل ده مرجوع عليك، هيبقى حلو جدا. اتمنى تكون ال3 حاجات النهاردة مفيدين ومهمين، ومبسوطة ان كنت معاكم، ومرة تانية في موضوع جديد. باي باي.